في 27 ديسمبر 2016 كانت الممثله الامريكيه كيري فيشر في رحله طيران من لندن للوس انجلوس لما بتجيلها سكته قلبيه عن عمر 60 سنه. لكن المأساة الاكبر بتحصل تاني يوم. ديبي رينولدز امها لما كانت بتجهز جنازه بنتها كيري، بعض المقربين منها قالوا ان هي قالت جملتها الشهيره انا عايزه اكون مع كيري. بعدها بدقايق ستروك، اصيبت بسكته دماغيه. السكته الدماغيه بتحصل لما بيوقف او بيقل تدفق الدم من اجزاء من المخ، ومن غير تدفق دم مفيش اكسجين، ومن غير اكسجين الدماغ بيبدا يتلف. في حاله ديبي دي كانت جلطه من النوع الحاد والمفاجئ. الموضوع انتشر في كل الصحف، والاطباء وقتها قالوا ان السبب المحتمل لموت ديبي هو بروكن هارت سيندروم او متلازمه القلب المكسور، نتيجه الحزن المفاجئ والشديد على موت بنتها. يعني حرفيا ماتت من الحزن على بنتها. ويمكن دي من اشهر الحالات اللي العلماء بيربطوا فيها بين المشاعر وصحه القلب. سنه 2004 في فرنسا سيده فقدت زوجها في حادث سياره، وبعدها ب3 ساعات دخلت المستشفى باعراض نوبه قلبيه. المفاجاه قلبها كان سليم لكنها كانت بروكن هارت. حتى في 2011 في اليابان في كارثه تسونامي لاحظ الاطباء ارتفاع كبير في حاله تاكوتسوبو بين الناس اللي فقدوا بيوتهم او اهلهم.